ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. عقبة ابن أبي معيط كان رجل في مكة، كل ما يرجع من سفر يعمل طعام كده ويدعو أشراف قومه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي لا أكل من طعامك حتى تشهد بأني رسول الله. فشهد عقبة وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأكل النبي من طعامه، فبلغ ذلك صديقه أمية بن خلف فنهره وغضب منه لأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له والله أنا كنت حابب إن النبي يأكل من طعامي وحصل كذا. قال له خلاص ردها علي، روح شوف النبي قاعد فين وابصق في وشه. ففعل ذلك عقبة وارتد عن الشهادة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تعالى. تخيل كده صاحبك تيجي يوم القيامة، يعني يوم يعض الظالم على يديه، مش هيمسك حتى أطراف صوابعه زي مثلا حاجة احنا بنعملها، لا ده هو هيعض في ايده ويقول يا ليتني اتخذت فلانا خليلا. يعني هو اصلا كاره ان هو ينطق اسم صاحبه ده، لانه هو كان على حق وصاحبه رجعه تاني للباطل، فاختار صاحبك واحسن في انتقاء اصدقائك، لان يوم القيامة هيجيلك صاحب يدخل الجنة كده ويقول له يا رب فلان ده صاحبي مش لاقيه، فلان ده في النار، هيروح ويخرجك من النار، هيخرجك من النار ويدخلك الجنة. اختار صديقك